تري. معكم أخوكم منير الفلكي. في الإحصائيات حول موضوع اللي ضربت خلال آخر 24 ساعة، لا زالت هناك حركات نشاط لهذه الزلازل في هذه المناطق بالقرب من مدينة مراكش. في هذه الأحياء هنا كما يظهر أمامكم على الخارطة أزيد من 27 هزة أرضية حصلت بين في آخر 24 ساعة. هنا لدينا تقريبا نحو ما بين درجة ونصف تقريبا، تتراوح قوتها ما بين درجة ونصف، درجتين، 3 درجات، إلى حدود 4 درجات. كانت آخر هزة أرضية حدثت قبل نحو 3 ساعات من الآن، بلغت قوتها 4.3 درجات بنواحي مراكش. إليكم تفاصيلها. هذه إخواني كانت في هذه المنطقة بالتحديد، وسط مراكش بين مراكش وورزازات وتارودانت، هنا في الوسط قريبة من مراكش. هذه كانت آخر هزة على بعد 5 كيلومترات في عمق الأرض. قلت إخواني أزيد من 27 هزة أرضية في آخر 24 ساعة الماضية. منذ 23 ساعة كانت هزة هنا. هذا إخواني فقط اللي أخذ الحيطة والحذر، ليس للترويع الناس أو شيء من هذا القبيل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ورحم الله تعالى هؤلاء الأشخاص الذين قتلوا جراء هذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة إيغيل إقليم الحوز، وتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إخواني، هذه كانت المناطق المتأثرة، أزيد من 27 منطقة كانت هذه المواقع الخاصة بها.